تأهلهم حتى وهن بوضع صعب. انطلاق ربع نهائي للتشامبيونز ليج، ريال، بايرن، اتلتيكو والبارسا تقريبا هي قمم هذا الدور. الريال والبايرن مواجهتهم لوحدها هي قصة، أما بالنسبة لأتلتيكو مدريد وبرشلونة فريقين من نفس البلد حافظين بعض عن ظهر غيب. حابب أسمع القصة اللي بتخص لقاء الميرينجي مع البافاري. الريال يشكل عقدة لبايرن ميونخ. يمكن الجملة غريبة شوي أنه البايرن يلي عامل الراس وبيقدر رايح والجاي هو الضحية هي المرة. فعلا بايرن ميونخ بعبع في أوروبا وعلى حساب أندية عريقة كبيرة مثل برشلونة، تشيلسي، أرسنال، باريس سان جيرمان وغيرهم. الحقيقة وقت الموضوع بيرتبط بمن يحكم أوروبا مؤخرا رح توقف وتعيد حساباتك، لأنك بتواجه نادي اعتاد على إبراز شخصيته وإظهار جبروته وفرض احترامه على الجميع. بس عندي إحساس أنه هاي المرة الموضوع مختلف، لأنه شوف الفرق بالمستوى بينهم، شوف الأداء اللي بيقدمه كومباني وبالمقابل شوف التخبطات اللي بيعيشها أربيلوها. من منظور المتابع المستجد اللي ما بيعرف عن تاريخ الكرة ممكن يحكي نفس الكلام وتوقعه لا إراديا رح يروح مع البايرن، بس المتابع الحقيقي نظرته رح تكون عكس هيك تماما. حلو، اعطيني نشوف شو اللي بيختلف بينهم وشو سبب الاختلاف اصلا. ببساطه اللي بينتمي للريال هو متاكد بقرارة نفسه ان الريال في دوري الابطال لا يشبه اطلاقا الريال في باقي المسابقات. وحتى في زمن اربيلوها الحال واحد، الريال يبقى الريال بالمحافل الكبرى. يعني تتوقع تاهلهم حتى وهن بوضع صعب ومستوى متذبذب، يوم فوق ويوم تحت؟ لا، بس اللي واثق من حدوثه هو المنافسة. الريال كالمعتاد رح يكون الند بالند. البايرن لو تأهل من المؤكد انه بطلوع الروح. ولا تنسى ان الريال مع اربيلوا خسر امام فرق متوسطة، بس بنفس الوقت هو حسم التأهل للدور الحالي امام بنفيكا ومانشستر سيتي وبيتفوق واضح بالاداء والنتيجة. طب باختصار شو توقعك للواصل الى المربع الذهبي بينهم؟ اتمنى وصول ريال مدريد، عسى ولعل نشاهد كلاسيكو في الفاينل، ولكن توقعي رح يروح مع بايرن ميونخ. وهذا كان رايي، والان حابب اسمع رايك تحت بالتعليقات. حط لي لايك الفيديو، ولا تنسى انه اشتراكك بقناه مهم، فعل زر الجرس وشير المقطع لرفقاتك. بكبر فيكم وشكرا، سلام.